من مكتبة شيخ محمد بن راشد. اليوم مهرجان ريتش تنظيم جمعية النهضة النسائية تحت شعار شباب اليوم للغد، برعاية كريمة من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. يقام مهرجان ريتش في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاقتصاد وتمكين الشباب من الاستثمار والعمل على مشاريعهم من خلال توفير بيئة استثمارية حيوية وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب. نظمت جمعية النهضة النسائية بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد مهرجان ريتش تحت عنوان شباب اليوم للغد، بحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل معالي عهود الرومي، وحضور الشيخة آمنة بنت حميد الطاهر والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموق، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام في جمعية النهضة النسائية، وسعادة نوف اليافعي. الشيخة آمنة بنت حميد الطاهر رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة، الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، سعادة عضوات المجلس الوطني الاتحادي، سعادة عضوات مجلس الإدارة الموقرات، سعادة الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي المدير العام بجمعية النهضة النسائية، سيدات السلك الدبلوماسي الكريمات، ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الحضور الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. نرحب بحضوركم ونشكر تواجدكم اليوم في مهرجان الاستثمار الوطني الأول ريتش تحت شعار شباب اليوم للغد، حيث يهدف هذا المهرجان في توفير بيئة استثمارية محفزة وتمكين الشباب الإماراتي في الخوض في سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال ودخوله في مضمار التنافس العالمي بالتعاون مع عدة جهات. 50 عاما هو عمر جمعية النهضة النسائية بدبي، 50 عاما التميز وفرادة الطرح للمبادرات المجتمعية، عطاء بصمة حد الإبهار في حياض الأسرة، سنوات مليئة بالإنجاز والإضافة وبلوغ الأهداف.
تحسون إن أحلام الطفولة تكبر ويانا ولا ننساها مع مرور الزمن؟ لا لان ربيعك لا انا بخليه يركب الخير ما ادري شو، قسم بالله انتم ما ادري ما الصقر احسن عنه في الركوب. شوفي وين الراعي الرسمي مكتبة محمد بن راشد الأستاذ سامر المرزوقي مدير إدارة الفعاليات والاتصال. هيئة كهرباء ومياه دبي الدكتور علي راشد من غيث السويدي رئيس الابتكار. هيئة الطرق والمواصلات السيد عبد الله لوتام مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها. مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة الأستاذة وفاء علي مدير شعبة إدارة تطوير رواد الأعمال. هيئة تنمية المجتمع الدكتورة هالة أبلم رئيس قسم البرامج الأسرية في إدارة التنمية الأسرية هيئة تنمية المجتمع. شرطة دبي الإدارة العامة لإسعاد المجتمع النقيب سالم حسين مراد البلوشي. شرطة دبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مركز حماية دولي الرائد الدكتور راشد عبد الله البلوشي نائب مدير مركز حماية دولي. مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف دائرة الاقتصاد والسياحة إدارة مهرجانات التجزئة والفعاليات مهرجان دبي للتسوق. مؤسسة دبي للإعلام صحيفة البيان الإماراتية مرفت عبد الحميد. دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر في الشارقة مجلة كل الأسرة سلام ناصر الدين. بيربل بابلز لتجارة العطور ومستحضرات التجميل مريم سيمبا رائدة أعمال إماراتية خبيرة تجميل والوكيل الحصري لعلامة بيوتي في الإمارات. وكذلك جفير للتصميم الفني حليمة سيمبا إعلامية ورائدة أعمال ومدربة دولية. مجموعة ديتكو سعادة سارة باقر. مركز منهل الطبي مجموعة السركال. شركة ناوس لمستحضرات التجميل الأستاذ فهد سالم مبارك عبد الكريم. جمعية سواعد الخير الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم. الآن مع مصممة شخصية ريتشي أمل أحمد. المخرج صاحب فيلم الإمارات محمد عبد الوهاب عتال. مجلة الأصالة من سلطنة عمان كل الشكر والتقدير. دبي ماجازين. مجلة كل الأسرة. مجلة بالرينا مجلة فيلينا. الناشطة وصانعة المحتوى الدكتورة سارة الصعيدي. الإعلامي مصطفى طارق. المستشارة وخبيرة لغة الإشارة وصانعة المحتوى الأول في لغة الإشارة المستشارة فاطمة المناعي. المستشار الإعلامي عليا الشلي. المنسقة الإعلامية هيام مرغني. الناشطة نورة الظاهري. خديجة إبراهيم البلوشي. خبيرة التجميل بشرى محمد. الإعلامية والمميزة دائما بإطلالاتها الناشطة الاجتماعية غرور البلوشي. الناشطة الاجتماعية آمنة الظاهري. الناشط الاجتماعي يحيى أبو منصور. الناشطة الاجتماعية والمبدعة بإطلالاتها موزة الكتبي. صانع المحتوى من الجيل الجديد والقديم محمد العيار. صانعة المحتوى مريم آده. صانعة المحتوى دعاء أحمد.
صانعة المحتوى طيبة عقيل. لولا إبداع المصور لما طلعنا بصورة جميلة، فحان وقت تكريم المصورين والمصور العدسة الجميلة دائما وحضوره الموجود المصور خالد الكعبي. طبعا المصور صاحب العدسة كذلك الجميلة صهيب بطاش من شركة هاي ميديا، والعدسة الأجمل كذلك من المصورين المصور جمعة المهيري. وكل الاحترام للأستاذة خولة المطروشي مديرة مهرجان ريتش.